بصوا يا جماعه، الحكايه اللي هحكيها النهارده مش محتاجه مقدمات، هي محتاجه انك تفتح مخك معايا وتركز عشان اللي هتعرفه ينشف الدم في الشرايين. طبعا كلنا عارفين مين هو جيفري ايبستين، مش مجرد ملياردير وخلاص، ده كان عامل لنفسه مملكه في قلب البحر، مساحه 72 فدان. الجزيره كان اسمها ليتل سانت جيمس، بس الناس بتقول عليها انها جزيره الشيطان. اسمع بقى اللي جاي. ايبستين ده بقى كون ثروه في يوم وليله، وبقى حبيبي وكفاءه مع كبارات امريكا ونخبه المجتمع، بس من تحت لتحت. كان بيصطاد بنات قاصرات لسه ما طلعوش من البيضه، ومخصص لهم طيارتين عشان تنقلهم للجزيره دي. ليه بقى؟ عشان يمارسوا كل القرف اللي ممكن تتخيله. عشان تفهم بشاعه الناس دي لازم تعرف قصه واحده بس، وهي غابريلا ريكو جيمينز، بنت عندها 21 سنه، عارضه ازياء موديلنج يعني. جالها دعوه لحفله الاكابر في المكسيك سنه 2009. دخلت وهي فاكره انها خلاص بقت من الناس المهمه في البلد، بس اللي شافته قلب حياتها الجحيم. جابريلا شافت صاحبتها وهي بتتعرض لابشع انواع التعذيب، والمصيبه اللي توقف القلب ان هم بداوا ياكلوها قدام عينيها، لدرجه ان البنت هربت في الشارع وبدات تصرخ بصوت عالي: الحقونا، دول بياكلوا بشر. دي ترجمه كلامها يعني. ومن يومها البنت دي ملهاش اي اثر، لا في مستشفى ولا في اسم. الموضوع هنا بدأ معاهم بخطف أطفال من كل حتة، تركيا، آسيا، تشيك، ويشحنوهم في طيارات خاصة عشان يوصلوهم للجزيرة، عشان يقدموهم قرابين لإله قديم اسمه بعل. تخيل إن الوثائق اللي سربتها وزارة العدل وصلت ل 3.5 مليون ورقة بتأكد حساب بنكي باسم بعل. يعني إحنا قدام ناس في القرن ال21 بيمارسوا طقوس شيطانية، وبيتم التخلص من الأطفال إرضاء وقرابين للشيطان. دول اللي بيحكموا العالم يا جدعان. نيجي بقى للحتة اللي تخلي دمك يغلي. ليه ايبستين طلع حته قماش محدده بالملي من مكه، وليه سيده اعمال ومسؤول كبير يغامروا ويهربوا كسوه الكعبه لواحد ملحد ومنحل في فلوريدا؟ الموضوع هنا مش مجرد قماش، العلم اثبت ان الماده ليها ذاكره، والحرير بتاع الكسوه ده اصله ضد القز، يعني كائن حي مكون من ميه. وخيوط الحرير اللي انت بتشوفها دي عباره عن هارد ديسك عضوي بيسجل ويخزن اي تردد يلمسه. تخيل بقى كسوه الكعبه دي بتفضل سنه كامله حاضنه قلب الارض اللي هي الكعبه، ولما 10 مليون انسان يطوفوا حوالين منها ويبكوا ويفرحوا، هما هنا بيشحنوا الترددات دي بطاقه نورانيه ملهاش مثيل. الكسوه هنا طبعا ما بقتش ستاره، هي بقت مكثف طاقه حيويه شايله شفره الخشوع والاتصال بالسماء. هنا الشيطان ظهر ببدله رجل اعمال. العمليه كانت بتدار بمثلث رعب. ايبستين عزة الاحمدي، عزة هنا بعتت له 3 قطع محدده من قلب مكه: قطعه خام، قطعه خارجيه مشحونه بدموع الناس، قطعه داخليه من جوه الكعبه. السؤال هنا، ليه واحد بتاع اتجار بالبشر يهتم بالقماش بتاع مكه كده؟ الاجابه في حاجه واحده بس، وهي الرنين الجيني. النخبه دول عندهم هوس بالخلود وتحسين النسل. العلم السري بتاعهم بيقول ان الدي ان ايه البشري بيتاثر بالترددات، وترددات مكه هي التردد الاصلي اللي الكون نفسه اتظبط عليه. دورك انت ايه بقى من كل ده؟ دورك انك ما تكونش مغيب، تفهم ان صلاتك وعبادتك دول قوه بيعملوا رعب للشياطين. شارك الفيديو وقول لصاحبك اللي لسه فاكر الدنيا بامبي: اصحى، اللعبه كبيره قوي. انا حسام، سلام.